بسم الله الرحمن الرحيم. متابعين قناة الحياة الإقليمية لايف، معكم أمل الحديدي. احنا النهاردة في القاهرة، معنا ضيفة نحب نتعرف عليها. أنا اسمي أروى، مهندسة ديكور خريجة 2021. ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ أهلا بحضرتك، الحمد لله تمام. ممكن تكلمينا عن اللي انت بتعمليه؟ بصي أنا تخصصت بعد ما اتخرجت في إن أنا أعمل طابلوهات بتبقى جزء من الديكور بتاع البيت، وبنحط بقى في يعني كذا حد بيجي بيبقى عايز ديزاينات معينة، أو إحنا اللي بنعمله الديزاين اللي هو أو من ذوقنا، يعني على حسب الستايل الموجود والكلام ده كله. طيب يعني احنا مش بنرسم؟ لا، احنا بنرسم وبنصمم، احنا بنعمل كل حاجه، يعني احنا ممكن نصمم حاجه من A to Z، او ممكن ان احنا نعمل تصميم اصلا عاجب حضرتك فاحنا ننفذه. طيب وممكن ترسمي مثلا صورة معينة الاشخاص او كده؟ ولا؟ انا مش متخصصه في الاشخاص عشان ده ها. بورتريه، مم. فانا لا، انا متخصصه في الرسم دوت، مم. يعني حاجات تجريديه وكده. نبص برضك مع بعض كده. يعني دلوقتي الرسمة دي بتبقى موجودة وحضرتك بتعملي الألوان عليها ولا؟ في نوعين، ممكن ان احنا بنعمل ريتاتش، ان احنا بنبقى طابعين جزء وبعد كده تمام. بنظبط عليه، يعني مثلا دي حاجه ريتاتش، احنا تمام. طابعين جزء وبعدين الجزء البارز والحاجات دي انا اللي عاملاها. تمام. وفي ان احنا بنعمل الطابلو من الاول خالص، يعني بيبقى ابيض وانا اللي بقى ببتدي ان انا اشتغله من الاول خالص. يعني ممكن تبقى اللوحة فاضية خالص اه، وانا وانت اعملها، وممكن يبقى ان احنا بنطبع اوقات وبعدين بنعمل حاجات ريتاتش. طب سؤال كده. ايه السهل؟ ايه اللي يبقى سهل اكيد معاكي؟ الاسهل الريتاتش، لان مم. انت بيبقى الطباعه مسهله عليكي جزء وانت بتعملي جزء تاني. تمام. تمام. انما بقى ان انت تبدايه من الاول، ده بيبقى يعني بياخد وقت اطول. طيب واللي بيجبر يعني الإقبال أكتر على ايه؟ يعني اللي انت والله، شايفاه ايه؟ لا الاقبال يعني، بصي في حاجات، في ناس بيحبوا الهاند ميد قوي، مم. يعني ان انت بيشوفوا ان تعملي كل شيء بايدك انت. عشان هو بيبقى مميز قوي، يعني انا القطع حتى اللي انا بعملها ما ينفعش ان انا حتى لو جيت قلدتها تاني ما بعرفش اطلعها طبق الاصل تاني، لان هي تمام. كده كده في الاخر لا، هاند ابداع ميد. بقى، خلاص ابداع. يعني مثلا هنا الفرشه عامله كده، مش هقعد اقلد بالظبط، فكل قطعه في الهاند ميد بتبقى مميزه، مش هتلاقي قطعه زيها تاني. تمام. وبتدربي بنات او في بنات بيقبلوا على؟ هو في بنات بيسالوني، فانا ان شاء الله الفتره الجايه هدي كورسات ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبتي. ممكن تقولي عنوانك؟ هنا احنا عند الفندق مينا بالاس، بس هنا المكتب انا ده اللي انا شغاله فيه دلوقتي. تمام. يعني لو في كورسات ولا حاجة هيبقى في مكان تاني؟ ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك يا حبيبتي، احنا انا اتشرفنا بيكي، اتشرفت وطبعا بحضرتك ده جدا حاجة والله. جميلة جدا ونحب نبرزها برضك وكل يعرفها. شكرا لكم جميعا. كانت معكم امل الحديدي على القناة الحياة الإقليمية لايف.